بسم الله بديت وعلى النبي صليت. قالوا ناس زمان مرت السلف كي العظم في الكتف. وانا جيتكم اليوم بحكاية تديو منها العبرة وما تديروش كيما اختنا ليلى. ما نحمسكمش بزاف ونبداو الحكاية. تقول: انا ليلى عمري 25 سنة، متزوجة وعندي 2 ولاد. قصتي بدات كي تزوجت. الحمد لله ما كان عندي حتى مشكل. كنت متزوجة في دار العائلة وعايشة مع شيخي وعجوزتي وسلافاتي في 2. وكانت في الطاج الثاني عايشة مرت سلفي ومعها سلفي. الحق كان شيخي لاباس عليه، يعني ميسور الحال. المهم العروسة الأولى مرزقهاش ربي بالولاد، وانايا كي دخلت هزيت بالحمل. مع الأول كانت علاقتي بسلفتي كيما الخواتات ولا حبيتو كتر. كنت أي حاجة نحكيها لها. من داك كنا نحكيو على العجوزة، على سلافاتنا، على دارنا. المهم أنا كنت بنيتي معها، بصح هي كانت تحفر لي، والحاجة اللي كنت نهضرها لها تروح توصلها لعجوزتي وسلافاتي، وكانت حتى تزيد من عندها. هي مع الأول كانت لاباس عليها، بصح ملي حملت بولدي الأول تبدلت معايا. في يوم من الأيام حبيت ندير عقيقة لولدي، يعني ندير له السابع. رحت عند مرت سلفي وقلت لها باللي حابة ندير سابع، وبدينا نحكي وش ندير وش نطيب وش من حلاوات ندير. هي راحت لعجوزتي وقالت لها، وصلت لها الخبر، وعجوزتي تغشت مني وقابضتني وقالت لي: في العوض تجي تحكي لي انا يا الكبيره تاع الدار؟ رحتي لمرت سلفك وحكيتي لها، وديجا هاديك اللي راكي مدايرتها حبيبتك، الحاجه اللي تهضريها لها اي توصلها لنا بالبوته. انا التم كانت اول صدمه ليا، بصح الشيطان خربش لي في راسي وما امنتش عجوزتي، وقلت كي شافتنا متفاهمين حبت تفرق بيناتنا. وانا التم زدت وطدت علاقتي بها ووليت نحكي لها كتر وكتر، حتى من راجلي روماركاني وقال لي نقصي شويه. قال لي ماشي هك، كل شي تحكيه جبدي روحك شويه عليها. انا كنت كي طنها، ما خديت راي راجلي ما خديت راي عجوزتي، وبقيت نحكي لها حتى اني حكيت لها على الباسي تاعي. ما علينا. عجوزتي مسكينه كي كانت تقول لي ردي بالك منها، راهي نار تحت التبن. انا ما امنتهاش حتى نهار اللي جات الفاجعه، اللي حبت تطلقني مع راجلي. كيما قلت لكم حبت تطلقني مع راجلي. نهار درت السابع كيما هضرت لكم على ولدي، الحق درت سابع كبير وعرضت لا فامي كامل والجيران، وهما فرحوا بيا وداروا لي كادو. كان سابع تاع مولوك وكانوا كامل فرحانين. بعد السابع تاع ولدي حسيتها تبدلت معايا وعادت تتجنبني وما تحبش تهضر معايا. قلت وش بها هادي، ما فهمت والو. حتى واحد النهار سمعت واحد الكلام يدور بين عجوزتي وسلافاتي. رحت قلت لهم منين جاتكم هاد الهضره؟ على بالي باللي ما حكيت لحتى واحد انايا غير مرت سلفي، حبيت برك نتاكد منهم. كما قلت لكم كنت نحكي لها كلش، حتى اسراري كي كنت عاتق وكنت مصاحبه كنت حكيتهم لها. انا سمعت هذاك الكلام، رحت لعندها وقلت لها وش هاد الكلام اللي تهضري فيه والدعايات اللي تخرجي عليا؟ الشي اللي هدرته لها زادت عليه، ما هدرتوش كيما هدرته انا. المهم قلت لها حابه تطلقيني، علاش ديري كيما هك؟
انا هنا خلاص عرفت باللي هاد المرت السلف راهي عدوة وماهيش اخت كيما كنت حطتها ومدايرتها. رحت عند راجلي شكيتلو، ولا هو راه عند خوه وحكالو الحكاية. بصح سلفي وقف مع مرتو وقال الراجلي وبهدلو، قال له حكم في مرتك وشوف وش دارت، وكون جيت راجل لا مرتك ما تصاحبش الرجال. انا لتم قلت صاي ما بقالي معيشة في هذا الدار، اليوم يطلقني راجلي، وش داني نحكي لها، وش داني نخرج أسراري ونحكيهم لها. روح راجلي للدار وقال لي هزي قشك وروحي لداركم. خرجت من داري ودمعتي على خدي، وقعدت في دارنا 6 شهور، وعجوزتي مسكينة بقات تحلل في راجلي وتحاول فيه وتقول له الشي هذا راهو كذب وما تأمنهاش، حتى لا نقلبه ورجعني لدارو. وانا اليوم راني نحكي لكم الحكاية هذه من داري، حبيت نحكيها لكم باش تستفادوا منها، سورتو البنات اللي راهم صغارات والعرايس الجدد والبنات اللي راهم نية. حبيتكم تديوا العبرة وما تديروا لامان في حتى واحد مهما يكون، غير في امك واختك. وصلنا لنهاية هذه القصة، ونتلاقاو في قصة جديدة. ديروا لي جيم وبارطاجيوا الفيديو هذا مع أحبابكم وأصدقائكم. نتلاقاو في قصة جديدة، مع السلامة.